السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا رجعنا لكم تاني بعد طول انتظار. انا بعتذر على التأخير، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا في غيابي. وبجد مش عارف اقول لكم ايه. الفيديو ده انا مش كاتب سكريبت ولا اي حاجة، انا طالع كده بس اشكركم واقول لكم على الوصفة الجميلة دي، لازم تجربوها. هنعمل احلى حتة لحمة، طاجن لحمة بالبصل خطير يا جماعة. هنجيب حتة لحمة كده كباب حلة، ونقطعها كلها حتت صغيرة على قد بعض كلهم. خلاص. وكان عندي كده في الفريزر حتة ليا ضاني، قطعتها صغير برضو. وجينا بقى فوق على النار، ونزلنا بحتة سمنة كده، وسلام لو بلدي بقى، يا سلام. وهننزل باللحمة بتاعنا اللي احنا قطعناها صغير، يعني مش كلها مرة واحدة عشان الطاسة ما تبردش، واللحمة تنزل ميتها وتبقى ناشفة معانا كده. هننزل بقى بالتدريج كده عشان الطاسة ما تبردش بس. خلاص. وبعد كده هننزل بحتة اللي هي الجميلة دي لو متوفرة، بتودي الطعم في حتة تانية خالص يا جماعة. طبعا عشان انا مقطعها حتت صغيرة اللحمة، فكانت كتيرة شوية. اللهم بارك يعني. خلاص. هنسيبها بقى كده شوية لحد ما تاخد لون من تحت كده وتسخن مع الطاسة، وبعد كده ايه، هنقوم مقلبينها لحد ما توصل للون الجميل ده. شايفين اللون الحلو ده؟ وبعد كده هنجيب كمية بصل حلوة معانا كده، 3 بصلات كبار كده بالشكل ده. هنقطعهم شرايح كده. لو في بصل ابيض يفضل، يعني البصل الابيض بيكون طعمه مختلف في الصوص. لو مفيش عادي، مفيش مشكلة، انا ما عنديش فنزلت بالاحمر عادي، يعني مفيش مشكلة. بس الفكرة ان البصل الابيض بيبقى طعمه احلى في الصوص. تمام كده. بعد كده هننزل بهم على اللحمة اللي خدت اللون الحلو اللي انتوا شفتوه ده. وهننزل بقى ايه ب3 4 فصوص حبهان، او هيل، بيقولوا عليه هيل في الخليج، احنا في مصر بنقول عليه حبهان او حبهان عادي، مفيش مشكلة. ويا سلام لو فتحناه بقى عشان كده نطلع النكهة بتاعته بقى، يا سلام. تركات بسيطة بس بتفرق بجد في الوصفة. وكم ورقة لوري كده أو غار، وفلفل أسود. وبرضو الفلفل الأسود لما يبقى مجروش بيبقى مختلف جدا، بيبقى فريش كده، وانتي اه تجرشيه بيبقى مختلف جدا. وبهارات لحم. بس كده يا جماعة، مفيش أي إضافات مصنعة. وهنقلب بقى لحد ما ريحة البهارات الجميلة تطلع وتاخد مع اللحمة كده والبصل وتدي. ويا سلام لو عندك حتة زبدة بقى، تنزلي بمكعبين زبدة كده، حكاية. هتخلي الوصفة، يمكن انتي شايفاها حاجة بسيطة، ولكن صدقيني، انتي لو لسه بتتعلمي الطبخ اعملي الوصفة دي بالطريقة دي، سهلة جدا. انا ما قصيتش حاجة من الفيديو، انا عامله معاكم ايه، خطوة بخطوة. وبعد كده هنغمرها بالماء بقى، بس يكون سخن عشان يكمل سوا على طول. اغمريها، اديها ميه كتير، وغطي عليها بقى يا ست الكل. على حسب بقى يعني الذبيحة، يعني هي كانت صغيرة بتستوي بسرعة، إن كانت كبيرة شوية بتتأخر شوية. فهو الطبيعي ساعة على نار تحت المتوسط، وهنغطي عليه. وهنجيب بقى ايه طاجن فخار زي ده كده، وهنتنه حتة سمنة بقى، ويا سلام لو بلدي. وهندخله الفرن يسخن برضه، عشان لما ندخل اللحمة الفرن تكمل سوا على طول، ما تقفش، مش ننزل باللحمة في الطاجن وهو بارد فياخد الحرارة بتاع ال- الصوص واللحمة، فتبدأ من الأول تاني. لا، أنا ولعت الفرن مسبقا، وخليت الطاجن يسخن كده 10 دقايق ولا حاجة. و3 4 حبات بطاطس كده حلوين. عادي كتري زي ما انت عايزة، دي أذواق، وعلى حسب انت كمية، وعلى حسب عدد الأفراد برضو انت بتزودي يعني. خلاص. غسلناهم كويس كده وقشرناهم وغسلناهم تاني، وهنقطعهم برضو قطع كبيرة شوية، مش هنقطعها صغيرة قوي، عشان احنا هندخلها الفرن مع اللحمة، فما تستويش بأسرع من اللحمة. فاهمين قصدي؟
قطعتهم كده مكعبات متساوية بالشكل ده. طبعا الفيديو ده للناس المبتدئة يا جماعة، فاهميني؟ يعني الناس اللي المحترفين اللي هم بيعرفوا يطبخوا، الوصفة ليكوا برضو، لكن الوصفة دي بالتحديد أو معظم وصفاتي للناس اللي هي لسه مبتدئة، اللي هي لسه بتتعلم الطبخ، اللي هي بتبقى شايفة الطبخ ده حاجة معقدة وحاجة صعبة، لكن هو في الحقيقة حاجة سهلة جدا. انت لو حبيتي انك تدخلي المطبخ هتحبي ان انت تطبخي. وعلى فكرة انت لو بتحبي ان انت تطبخي حتى لو مش بتعرفي تطبخي، صدقيني الاكل هيطلع حلو جدا. لان اهم حاجة، انت لو محترفة حاجة وبتعملها من غير نفس مش هتبقى حلوة خالص. لكن انت لو حابة الحاجة دي ومش محترفة فيها، صدقيني هتطلع حلوة. خلاص. بعد اللحمة كده ما خدت ساعة معايا، نزلت كده بيها على البطاطس. نزلت بالبطاطس على اللحمة بعد ما تقريبا خدت ساعة كده واستوت، تلات ارباع سوا. ونزلت بالبطاطس وقلبت تقلبتين كده. وبعد كده هنطلع الطواجن بتاعنا اللي هي كانت في الفرن مسبقا وسخنة، وهنحط فيها بقى الوصفة الجميلة دي. طبعا على حسب عدد الأسر عندك، وممكن طاجن كبير، ممكن بايركس على فكرة عادي، مش لازم فخار، يعني الموجود عندك. شايفين الحلاوة؟ ده كمان الكاميرا ظالمة لون الطواجن كمان، ولون الوصفة بجد في الحقيقة لونها خطير وطعمها أحلى كمان. هنغطيها بقى بورق زبدة كده وفويل سلفر ده. وطبعا لما تيجي تغطي بالسلفر ده، خلي الناحية اللي بتلمع تحت واللي مش بتلمع فوق، عشان الناحية اللي بتلمع آه، مش بتعكس الحرارة. اما لو حطيتها على الناحية دي انت كده بتعكس الحرارة، بتخلي الوصفة او الحاجة اللي انت بتعمليها تستوي بسرعة. شايفين؟ خدت تقريبا نص ساعة في الفرن. تمام. خليتها تكمل سوا كده لحد ما البطاطس استوت، وبعد كده شلت الفويل ياخدوا اللون بالشكل ده. بجد يا جماعة انتوا مش بتاكلوا طاجن لحمة بالبصل، انتوا بتاكلوا زبدة حرفيا، حاجة كده يعني، ولا ريحة. لازم تجربوها، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. بس كده. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي، ومتنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. وبشكر تاني الناس، اخواتي، انا مش بقول عليهم متابعين ولا حاجة، اخواتي اللي سألوا عليا في غياب. ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم.